السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ لو انت في ثانويه عامه فاكيد الفتره دي بدات تحس ان انت مخنوق، حاسس باكتئاب. المناهج كده والدنيا بدات تزنق عليك، في امتحانات دروس كده عماله تهجم عليك من كل حته وانت مش فاهم في ايه، سواء كنت بادئ مذاكره كويس من اول السنه وماشي تمام فانت برضو الاحساس ده واصل لك، ولو كنت لسه جاي بتبدا مذاكره فاتفاجئت مره واحده ايه كميه امتحانات الدروس دي انت مش فاهم في ايه. ممكن تفضل قاعد نايم على السرير بالثلاث اربع ساعات ما بتعملش حاجه، بيبقى نفسك فعلا تقوم تذاكر بس زي ما تقول كده مفيش طاقه، مفيش الحماس اللي يخليك تقوم ان انت تمسك كتاب وتقعد تذاكر وانت مش فاهم فيه ايه. انت نفسك فعلا تذاكر وعندك امتحانات عايز تخلصها وعايز تذاكر عشان تخلص وتعدي الامتحانات دي وتنجز بقى وتدخل على اجازه نص السنه وكده، بس من جواك انت مش قادر، مفيش حماس ولا طاقه ان انت تقوم تذاكر، وحاسس كده ان في اكتئاب، في حاجه غريبه انت مش فاهمها، مكسل، مش عايز تذاكر، قرفت، زهقت. سواء بقول لك كنت بادئ كويس من اول السنه او لسه بادئ، فالاحساس ده عندك، ده الطبيعي جدا عند اي حد. بغض النظر عن كلمه ده الطبيعي جدا اللي انتوا بتزهقوا منها وقربتوا تكرهوني، بس انت عايز الموضوع من الاخر. انا بحب اجيب من الاخر واقول لك الخلاصه، لان انا لما كنت في ثانويه ما بحبش اللي يقعد يهري عليا كتير ولازم يبقى عندك دافع ولازم يبقى عندك حافز وهو ده اللي هيحركك. الكلام ده صح وكل حاجه، بس مش في الفترة دي، لان الطبيعي الفترة دي ان الواحد لازم يعدي عليه فترة الاكتئاب والزهق والملل. عشان كده هم عملوا حاجة اسمها اجازة نص السنة. هتقولي طب انت ما عندكش اجازة نص السنة في ثانوية؟ هقولك تعمل ايه، انت كده عندك اجازة وهقولك تعمل ايه. بس الفكرة ان الفترة دي لازم في اكتئاب. انت عارف فترة الشتاء دي بيبقى فيها كده كسل واحباط والكيرف بتاع الحماس بينزل. يبقى كداب الشخص اللي يقولك ان انت لازم الحماس يبقى عندك طول السنة عالي وطاقتك عالية طول السنة. مفيش الكلام ده، مهما كان عندك دافع ومهما كان عندك حافز فالكيرف نفسه بتاع الحماس وبتاع الانرجي اللي عندك اللي يخليك تذاكر بيفضل يطلع وينزل. وعلى فكرة مش دي اول مرة الفترة دي هتعدي عليك، الفترة دي هتتكرر معاك مرة واثنين وثلاثة على مدار السنة وهتتكرر كتير. فمن الاخر الزتونه مش عايز بقعد اجمل في الكلام واقول لك خلي عندك دافع وخلي عندك حافز واقعد اكتب في ورقه بقى الدوافع والحوافز بتاعتك وعلقها على الحيطه وكل الكلام الجميل اللي احترمه ده جدا. انا هجيب لك من الاخر. بص ركز معايا، لما انت بيبقى عندك برد انت خلاص بتبقى عارف ان انت هتقعد تعطس شويه، تنف شويه، تمسح لك بالمنديل شويه يوم يومين وخلاص، ما بتبقاش قاعد متضايق ان انت عمال بتعطس وبتنف. سوري بكلمه بتنف، يعني مش عارف اسمها ايه بالعربي، بترشح، رشح، مش عارف اسمها ايه، بتنف كلها بننف عادي. فانت اكيد مش بتتضايق من الحاله دي لان انت عارف ان ده الطبيعي جدا، هفضل اقولها على طول. فهو ده بالظبط اللي بيحصل في ثانويه. الطبيعي في الفتره دي ان انت بتبقى كيرف الحماس عندك قل شويه، ما بيبقاش فيه طاقه، بيبقى فيه شويه كسل كده، اكتئاب، عمال بتفكر في مستقبلك انت مش عارف في ايه. طب امتحانات الدروس اللي انت عمال تجيب فيها درجات زي وشك دي هتدخل ازاي اخر السنه وانت مش عارف امتحانات الدروس اصلا ما بتجيبش فيها درجات كويسه؟ طب هتقدر ان انت ازاي تجيب درجات في اخر السنه وتقفل الامتحان وانت لسه مش عارف اصلا تلم الدنيا دلوقتي في كام فصل؟ فالدنيا بتبقى متشتته معاك. فمن الاخر عايز اقولك ان الفتره دي كل ما تعرف ان الفتره دي هتجيلك كذا مره، لما تعرف ان ده الطبيعي اللي يحصل لاي طالب عدى على ثانويه عامه، مفيش دفعه، حتى انا شخصيا عدت عليه الفتره دي واي حد لازم يعدي عليه الفتره دي، واللي يقول لك غير كده كداب. فلما تعرف ان ده الطبيعي لاي حد هتبدا ان انت تهدى. لما تجيلك الفتره دي خلاص هو يوم يومين ثلاثه بالكتير الدنيا هتمشي وهتبقى زي الفل. وعشان خاطري انزل اخرج. انت بينك وبين نفسك دلوقتي الفكره اللي جت في دماغك عمال بتقول اخرج يا عم، ايه يا عم ده انا عندي امتحانات ولازم اقعد اذاكر ومش هينفع. احنا ضمننا بيأنبنا لكن احنا بنفضل قاعدين 3 4 ساعات قاعدين على السرير عمالين بنبص في السقف وفي جماله وما بنعملش اي حاجه. فما فيهاش اي مشكله خالص لما تاخد لك ساعتين 3 كده في يوم انت فاضي فيه ما عندكش دروس كتير تخرج وتغير جو عشان ترجع عندك طاقه وترجع ان انت تذاكر تاني. الطاقه والحماس مش هيرجعوا بنفس القوه بتاعت قبل كده لو انت ابتديت مذاكره يعني اصلا، بس على الاقل هيغيروا مودك شويه، يخلوك تذاكر بنفس شويه مش قوي. لان الطبيعي في الفتره دي ان انت تبقى مكسل، وما تاخدش الكلام مني ان انت تبقى مكسل الفتره دي وده الطبيعي ان انت بقى تقعد تركن وما تذاكرش. لا فيش الكلام ده. خلص امتحانات الدروس على قد ما تقدر، ذاكر الفتره دي من الاخر. خلاص الفتره دي هتفضل معاك تقريبا ال3 اسابيع الجايين دول لحد اجازه نص السنه، فحاول ان انت تستحملها وتعديها على قد ما تقدر. هي كده كده هتعدي، فحاول ان انت تستحملها ومشي الدنيا عشان في الاجازه ان شاء الله تبدا ان انت تخرج وتغير جو وتظبط نفسك كده. وما تقلقش هيبقى عندك اجازه. طبعا انت شغال دلوقتي عمال تقول انا الاجازه دي عمال بخطط ان انا اقعد الم الحاجات اللي فايتاني وكل الكلام الجميل ده،
ماشي مفيش مشكله، الاجازه هتعمل فيها اللي انت عايزه، وهتخرج وتخلص الحاجات اللي فايتاك وكل الكلام ده. استنى الفيديو الجاي ان شاء الله هقول لك تعمل ايه بالظبط في الاجازه عشان تخرج وتتفسح وتسافر، وفي نفس الوقت تلم الحاجات اللي فايتاك. فما تشيلش هم وما توترش نفسك على الفاضي، الفتره دي كده كده هتعدي. بس زي ما قلت لك كل ما الفتره دي تيجي عليك خليك عارف ان ده الطبيعي، فعديها خلاص، زي اعراض البرد كده بالظبط، عديها وهي هتمشي الدنيا وخلاص. وما تتضايقش، لان انت كل ما بتتضايق وتقعد تستغرب انا ليه قاعد مكسل كده وقاعد متضايق ان انت اصلا مكتئب والكلام ده كله، كل ما ده هيخلي الفتره تطول منك. وربنا يا رب معاك ويحقق لكم كل اللي نفسكم فيه، والفتره دي تعدي على خير ان شاء الله، وتجيبوا درجات كويسه في امتحانات الدروس وتعدوها، والسنه كلها تعدي على خير ان شاء الله، وكل واحد محقق اللي نفسه. تنساش لو عندك اي سؤال سيبه تحت في الكومنتات، وان شاء الله اجاوب عليه الفيديوهات الجايه. ولو الفيديو عجبك تعمل لايك وسبسكرايب، تبعت الفيديو ده لكل اصحابك عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من طلبه الثانويه. وفي الايفنت ان شاء الله اللي الناس طلبته هيتعمل للسنه الثالثه في اجازه نص السنه، حاول ان انت تحضره، وهيبقى في الاجازه وهيبقى مهم جدا ليك، هتعرف فيه كل الحاجات اللي انت محتاج تعرفها من دلوقتي لحد اخر السنه، عشان ان شاء الله تحقق حلمك وتوصل للي انت عايزه بكل بساطه، وتاخد خبره كده الناس اللي قبلك والناس اللي هيبقوا في الايفنت. لو عايز تعرف اي تفاصيل هتلاقي لينك الايفنت تحت في الديسكربشن. شكرا جدا، والسلام عليكم.